السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحشتوني كتير من اخر فيديو. فيديو النهاردة بإذن الله هيكون مني اكلات الاسبوع، 7 اكلات ل7 ايام بإذن الله. ولا تفكري ولا تحتاري، اختاري بقى يعني الاكلات اللي تحبيها واعمليها. تمام، وظبطي بقى الايام زي ما انت عايزه. اول اكله معايا انا كانت معايا طاجن لحمه بالخضار. بصوا، الاكل في الطواجن بقى شتا يعني طواجن، يعني الاكل في الطواجن ده بيبقى ليه طعم تاني خالص. تاني اكله معانا المسقعه بالخل والثوم، يعني اكله اقتصاديه، يعني اكله شعبيه. طبعا بتاكل جدا ما شاء الله، وبتبقى اكله حلوه قوي. تالت اكله معانا الكبد والقوانص. الكبد والقوانص بالطشه. يعني بصي، لو مجربتهاش جربيها، بيبقى لها طعم كده خطير. كبد والقوانص، وخصوصا بقى لما تكون حاميه كده ومشطشطه، بتبقى طعمها حلو قوي. تمام، انا عاملاها بالطشه. جربيها باذن الله هتعجبكم. بس انا مش منزله الطريقه. لو انت حابه الطريقه قولي لي في التعليقات وانا بنزل لكم الطريقه ان شاء الله. يلا بقى يا قمر، لو وصلتي معايا لحد هنا متنسيش بقى تشجيعك ليا باللايك وكومنت كده حلو منك. تمام. هنا بقى الاكله اللي بعد كده البرجر. تمام، البرجر ده انا عاملاه بقى اقل من ربع كيلو. كان عامل معايا 12 قطعه، بس انا عامله 6 على عددنا كل واحد قطعه، وسايبه يعني بقيه الطبق، بقيه يعني البرجر في الطبق لوجبه مره تاني. تمام، كنت عامله جنبها بطاطس محمره وطماطم شرايح وكاتشب. والاكله اللي بعد كده بطاطس محمره ومكرونه كده مكرونه سباكيتي وعليها صلصه. طبعا من الاكلات الجميله جدا واقتصاديه، وتنفع طبعا في اكلات اخر الشهر. بصوا، سريعه طبعا. اكلات طبعا موفره جدا. البطاطس رخيصه، والطماطم دلوقتي رخيصه ومش هيكلفك حاجه يعني. والمكرونه طبعا بتكون عندنا كمان في البيت. من الاكلات طبعا انا بحبها جدا، وبتبقى يعني خفيفه وسريعه كده. لما تكوني مثلا محتاره في الاكل، بتبقى بطاطس وطبق مكرونه كده بالصلصه وبألف هنا وشفا، وبتبقى الاكله جميله جدا. تعالوا بقى نشوف كمان الاكله اللي بعد كده هتكون ايه. الاكله اللي بعد كده هتكون كفته. انا برضو عاملاها من ربع كيلو لحمه مفرومه. عملت ما شاء الله بتاع 13 او 14 صباع كفته، ودول طبعا يعني جزء يعني حبه منهم على قد الاكله. تمام، انا شويهم كده على الشوايه، برضو كفته اقتصاديه وكنت عاملاها، حط عليها يعني بقسماط، وحط عليها اللهم صل على النبي بقسماط وبصل، كنت مظبطاها يعني. تمام، الاكله اللي بعد كده بص بقى، الاكله يعني المنجزه السريعه اللي بتبقي طبعا يعني مستعجله، اكله المستعجلين. سنه اولى جواز يعني. بصوا، كل حاجه اللي هي البانيه والمكرونه. نيجي بعد كده بقى للحلو. عملت كنت طبعا بعمل الحلو طبعا ورا الوجبات يعني، وساعات وساعات. تمام، يعني هما كانوا ايه عندي في التليفون، وفي حاجات كنت ايه بدأت اعملها اليومين الكام يوم دولت انا مصورتش فيهم. دي صينية جاتو شاتو. تمام، ودي صينية كيكة. كيكة. دي صينية كيكة بالتنك، بكياس التنك وكده اللي هي الفروتي. تمام، دي كانت من غير بيض واقتصادية جدا ومن غير لبن. بصراحة اقتصادية جدا وعجبتني قوي، وكانت ما شاء الله هشة جدا زي ما انتم شايفينها كده. ودي قطعة تانية كمان، بصي بوريكم ان هي ما شاء الله هشة جدا. الحلو اللي بعد كده كان معانا كان صينية بطاطا في الفرن. ودي صينية كيكة بالزبادي. من الاكلات بقى اللي انا بحبها قوي بصراحة، يعني الكيكة ديت من الكيكة اللي انا بحبه قوي، المفضلة عندي. تمام،
واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.